بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة أم النور. هنشوف مع بعض فيديو النهاردة معجزة قوية جدا، وهي بعنوان تحويل الخمر إلى جاز. قصة حقيقية حصلت بالفعل أيام أبونا بشوي كامل. تعالوا نشوف مع بعض القصة بتقول إيه. أبونا بشوي في مرة من المرات سمع إن في أب بيمنع ولاده إن هم يروحوا مدارس الأحد، فطبعا كان متضايق جدا وكعادته لازم يروح ويشوفهم. وفعلا خد العنوان بتاعهم وراح البيت بتاعهم وخبط على الباب، وتفاجئ ان الاب فتح له، بس الاب ده كان مقابله بجفا شديد ومقابلة وحشة جدا، وفضل يقول لأبونا كلمات جارحة جدا لحد ما أبونا بدأ يدخل في الكلام عن المسيح والخلاص والفداء. فضل يكلمه عن ربنا، لكن الراجل ده رفض انه يسمع كلام ابونا خالص، وقال له لو عايزني اسمع كلامك عندي شرط واحد. قال له ايه هو؟ قال له ان انت تشرب معايا كوب من الخمر، ده شرطي علشان اسمع كلامك. طبعا ابونا بشوي جاله كده الهام من الروح القدس انه يوافق عشان ما قدامهوش حل، لكن قال له احنا اتعلمنا ان احنا نصلي قبل ما ناكل او نشرب. فالراجل بصله كده وقال له هنصلي في الأوضة بتاعة شرب الخمر؟ فقال له أبونا بشوي هات الإزايز كلها بتاعة الخمر عشان تحضر الصلاة، علشان نشرب بعد الصلاة. وفضل أبونا يصلي صلاة عميقة جدا جدا، وبعدها رشم الصليب وقال للراجل افتح واشرب واسقيني معاك. وفعلا خد الراجل أول إزازة وفتحها وصب منها شوية في كوباية، وهنا بقى كانت المفاجأة. خد باله إن في ريحة غريبة جدا، ولما قرب الكوباية منه قعد يصرخ ويقول ده جاز، مش ممكن، مش معقول. فأبونا بشوي قال له طب افتح الإزازة التانية، وهكذا بقى فضل يفتح إزازة ورا إزازة ورا إزازة، تحول الخمر لجاز. وبكده لا الراجل ولا أبونا شربوا. الراجل وطى على رجل أبونا وفضل يقول له ما تسيبنيش أهلك، أنا عايز أتوب وارجع للمسيح. قد إيه الصلاة قوية وبتعمل معجزات. بركة وشفاعة أبونا بشوي كامل تكون معانا وتبارك حياتنا وترجع كل خاطي تايب لربنا. بكده نكون خلصنا قصة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ادعمونا بلايك وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في قصة جديدة من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.